برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الثلاث، وبنستمر مع حضراتكم في فقراتنا وموضوعاتنا النهاردة. من ضمن الموضوعات الهامة طبعا يمكن قوانين الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية كلها. لما بنتكلم عنها بنتكلم على الاختيار الصحيح، اختيار شريك الحياة الصحيح، وليس اختيار الأهل لشريك الحياة. دي مشكلة ومعضلة كبيرة جدا للأسف بتقابلنا في المجتمع المصري، في مجتمعات كتير على فكرة كمان على مستوى العالم، مش في مصر بس. هنعرف أكتر تفاصيل عن إزاي نختار شريك حياتنا بعناية، لأنه إحنا هنكمل معاه حياتنا كلها، وبنبقى داخلين بنية إن إحنا نكمل حياة مع شريك الحياة ده. فلازم يكون في توافق، لازم يكون في معايير معينه. هنعرف اكتر تفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي بتشرفنا في استوديو صباح القاهره، مع الدكتوره اميره مصطفى، استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. اهلا بك يا دكتوره اميره، صباح الخير عليك. اهلا بحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه الاول، وحضرتك طيبه يا رب بالف خير. النهارده اول السنه الهجريه الجديده 1448، ويمكن ليها روحانيات خاصه كده، ودايما بنفتكر الاخلاق الحميده. تمام. من ضمن كمان الموضوع، يعني موضوع شريك الحياة واختيار الإنسان لشريك حياته، برضو بيختاروا إن هو أخلاقه كويسة، عشرته طيبة، متوافق معايا في طريقة حياتي، هنقدر نتماشى مع بعض. خلينا الأول نتكلم على المعايير اللي هي المقاييس والمواصفات لأي بنت ولأي ولد داخلين على حياة جديدة. إزاي أختار؟ تمام. في البداية طبعا برحب بحضرتك مرة تانية وبالسادة المشاهدين. في البداية طبعا بالنسبة لاختيار شريك الحياة هو أمر مهم للغاية. بيهم جدا يعني الأسرة، الفرد، المجتمع بأكمله، مش بس يعني على فكرة هو دايما احنا بنبص للموضوع بشكل فردي، اللي هو أنا بختار شريك حياتي علشان نفسي وعشان حياتي. لا، هو على فكرة احنا لو نعرف قد إيه اختيار شريك الحياة اللي هو المفروض بينشأ من ناحية فردية بيأثر قد إيه فيما بعد على أسرة بأكملها، على جيل بأكمله، على مجتمع كامل. يعني هنحسن الاختيار وهنهتم بالموضوع ونعرف قد ايه هو شيء يعني ضروري ان احنا نركز فيه وفي الاختيار. وخصوصا طبعا مع ازدياد معدلات الطلاق الفترات اللي فاتت للاسف. وكمان يعني بقى في خلافات أسرية كتير، وعندنا طبعا مشاكل كتيرة في محاكم طبعا في حاجات كتير وقتل يعني حاجات ضمن صعبة. طبعا ضمن الأسباب الأساسية في انتشار أو ازدياد معدلات الجرائم أو المشكلات الخاصة بالطلاق والخلافات الأسرية بيبقى من ضمنها اختيار شريك الحياة. طيب، اختيار شريك الحياة المفروض ان هو بيكون له قواعد او معايير اساسية. المفروض اختار شريك حياتي ازاي؟ في نقاط اساسية كده عايزة اتكلم فيها. اول حاجة هي الناحية القيم والاخلاق، او النسق القيمي والاخلاقي للطرفين، لطرفين شركاء الحياة، للزوج والزوج. دي نقطة. النقطة الثانية ان لازم يكون في توافق فكري وتوافق ثقافي. تمام. وهنتكلم طبعا عن كل نقطة. وكمان بيبقى عندنا برضو توافق النفسي، او بمعنى اصح النضج النفسي. بمعنى ان يبقى الشخص قادر ان هو يتصرف تصرفات حكيمة رزينة، ما يكونش فيه يعني انفعال زايد عن الحد، او ما يكونش فيه يعني ممكن نتعامل مع المشاكل باسلوب رزين، باسلوب حكيم، ما يكونش فيه انفعال زايد بشكل كبير جدا على أتفه الأسباب. تمام. التوافق القيمي أو الأخلاقي ده بيبقى إزاي؟ اللي هو من حيث إيه؟ القيم والأخلاق لازم تكون متوافقة ما بين الزوج والزوجة. بمعنى ما ينفعش مثلا حد يكون open minded جدا خلاص وياخد حد بالظبط متفتح وشايف الدنيا سهلة، وياخد حد معتقداته شديدة شوية. صحيح، هيبقى صعب، متشدد صعب في قيمه ومتشدد في افكاره. مستحيل هيكملوا مع بعض اصلا. تمام. لازم يكون في توافق ما بين الاثنين. وعلى فكره كمان عايزه اقول لحضرتك حاجه. التوافق نفسه، كلمه توافق انا ما بقصدش بيها تطابق. في فرق كبير جدا ما بين التوافق والتطابق. تمام. التوافق اللي هو ايه؟ اني ابقى قريبه من الحد، يعني اكون قريبه من الحاجه دي بدرجه كبيره، بنسبه كبيره. ولكن التطابق اللي هو الاثنين زي بعض بالظبط. فطبعا حته ان زي بعض بالظبط دي امر صعب جدا، ما ينفعش انه يحصل اصلا. مظبوط.
لكن التوافق ده امر سهل ما فيهوش مشكله، بل بالعكس انا لازم اكون متقبله الاختلاف بتاع الطرف الاخر. يعني مثلا ممكن نجيبها بشكل مبسط، لو انا مثلا بعمل شركه مع حد لازم يكون معايا مال ومعايا خبره. كويس. خلاص، انا لو معايا مال وخبره الاثنين مع بعض، واحد معاه المال وواحد معاه الخبره، فانا كده عملت يعني في تكامل ما كويس. بين الاثنين. احنا مختلفين اهو، بس في تكامل، كملنا بعض. كويس. فنقدر ان احنا نعمل المشروع، ونقدر ان احنا ننتج ونطور الموضوع مع بعض. تمام. ولكن لو الاثنين معاهم مال هم متطابقين، فين الخبره؟ هيبقى في حاجه ناقصه، فمش هيقدروا يكملوا المشروع. لو الاثنين معاهم نفس الحاجه وفي حاجه تانية واقعه، فمش هيكملوا بعض. يعني مثلا نقدر نقول ان لو شخص ممكن يكون عصبي شويه، الشخص التاني هادي يقدر يهدي الامور وهكذا، يعني بنكمل بعض بالظبط. ما يبقاش مثلا يعني مثلا احنا بنقول كمثال. كمثال بالظبط. يعني ما ينفعش الاثنين يكونوا زي بعض في كل حاجه. يعني يعني مثلا حتى لو هنتكلم برضو على المستوى الاجتماعي، وده اللي طبعا مطلوب جدا، ان لازم يكون في توافق ما بين المستوى الاجتماعي بين الزوج والزوجه. ايوه. يعني ما يبقى بمعنى ايه؟ لان احنا برضو لو هنتكلم على الطبقات الاجتماعيه، احنا ما بقيناش عندنا طبقات زي زمان قوي. احنا بقى مجتمعنا بدأت تقل. لا احنا بقى مجتمعنا ممكن نقول عليه شرائح اجتماعيه اكتر منها للأسف. طبقات. بالظبط. فحته شرائح اجتماعيه يعني تداخل طبقي شويه. صحيح. بقى عندنا تداخل طبقي، فصعب ان انا اقول لك ايه فلان ده من طبقه كذا وانا من طبقه كذا. خلاص ما بقاش الحته دي واضحه قوي، او واضحه المعالم زي قبل كده زي السابق. ف اكتر حاجه بتبين الشريحه الاجتماعيه اللي انا يعني مثلا هل الاخلاق، هل الدين، هل المستوى المادي، ايه اللي بيبين انه يعني ممكن يكون ناس مثلا مستوى المادي كويس جدا بس اجتماعيا قليلين، يعني مفيش تطابق في الفكر او بالظبط. هي الحكايه ديت بتبقى لها علاقه اولا المستوى التعليمي. كل ما كان المستوى التعليمي اعلى، كل ما طبعا المستوى الاجتماعي بيعلى معاه. يعني التعليم هو اللي بيعلي المستوى الاجتماعي. هو يعني هو مش لوحده، بس هو رقم واحد. ممكن نقول رقم واحد. فطبعا يعني اكيد لو حد مثلا تعليمه جامعي، صعب انه ياخد حد مع ابتدائيه مثلا. فاهماني؟ يعني الفرق هيبقى شاسع جدا. ما ينفعش، مش هيبقى فيه توافق اللي انا قايله عليه في البدايه. احنا قلنا توافق قيمي واخلاقي، توافق فكري، فكري وثقافي. الحياه نفسها، يعني ان انا عايش حياتي بطريقه معينه، زي ما حضرتك قلتي حد متفتح جدا وحد متشدد، فيبقى صعب شويه. ده النقطه الثانيه برضو، الفكري والثقافي. الفكري والثقافي اللي هو افكاري، انا شايفه الحياه الاسريه برضو ازاي. في برضو حته الاستقرار. في ناس بيكونوا عايزين يتجوزوا خلاص، ما بيبقاش عنده القدرة على تحمل المسؤولية. ما بيبقاش عنده للأسف ما بيبقاش عنده قدرة على تحمل المسؤولية. ما بيبقاش عنده القدرة على الالتزام بالتوازن في الأدوار ما بين الزوج والزوجة. يعني ممكن يرمي كل العبء على الزوجة مثلا، ودي تلاقيها منتشرة جدا، ودي بتبقى بسبب الخلافات الأسرية اللي بتكتر وبتوصل لطلاق برضو. يعني بالظبط. دي من ضمن الحاجات. فحته التوافق الفكري برضو اللي هو ايه، يعني ما ينفعش انا اكون حد مثقف وبيقرا كتير، حد واصل لتعليم كبير، واخد حد سطحي جدا ودماغه فاضيه زي ما بنقول. طيب فاهماني ازاي؟ لكل قاعده شواذ. طبعا. يعني في اكيد حالات ممكن تكون ما فيش بينهم توافق اجتماعي بشكل كبير، ولكن ممكن العلاقه تنجح. ممكن يعني لو هنتكلم اجتماعي بناحيه الناحيه الماديه، ممكن ازاي الماديه ممكن تنجح، لكن الاجتماعيه والتفكير والاسره الفكره الفكري والاخلاقي، الاثنين دول صعب جدا لو في اختلافات كبيره. والاخلاقي الاثنين دول لو في اختلافات كبيره صعب. في مسلسل بدون ذكر اسمه، يعني هو منتشر دلوقتي، اللي هو قصه حب ما بين دكتور وما بين بنت شابه جميله. هي اخلاقها كويسه، ولكن ظروفها الصعبه هي اللي خلتها يعني تبقى هي شغلتها شغلانه كويسه، كوافيره او يعني دي مش المشكله عندها. المشكله ان هي كانت متزوجه من شخص للاسف صعب واتسجن يعني، ولكن هي شخصيه اخلاقيه كويسه، والناس اللي حواليها كلهم بيشيدوا باخلاقها وبان هي دايما شايله اسرتها وشايله عندنا كده توافق قيمي واخلاقي. واللي هو الولد اللي بيحبها او الشاب اللي بيحبها هو دكتور
وهو من طبقه اجتماعيه متوسطه عليا مثلا، ايوه نقدر نقول كده، اعلى منها. اعلى منها في التعليم. يعني هي ممكن تكون غالبا تقريبا مش متعلمه او هي، ولكن هي زي ما حضرتك قلتي اخلاقيا ودينيا هي تفكيرها كويس. هل ده يعني حتى الناس كلها بتقول يعني صحيح المسلسل بيعرض يعني قصة ممكن تكون غير واقعية شوية، هي حتى دورها في المسلسل انها بتقول له انت ده حاجة خيالية او مش في الدنيا حصلت. يعني هي نفسها عارفة انه ممكن يكون صعب التوافق بينهم، ولكن الناس كلها قالت ليه لا، وبيحصل في المجتمع، وفي ناس بتنجح وفي ناس بتفشل، وفي ناس برضو ممكن يقولك على السن، هم برضو وهي سنهم اكبر منه كمان. يعني كمان يعني هو حتى قال لاهله هي اكبر مني ومش متعلمه ومن طبقه اجتماعيه مختلفه خالص. تمام. وكانت متزوجه مثلا او يعني مطلقه وعندها ولد وهو لسه ما سبقلوش الزواج، وده مش سبب يعني يعيب اي واحده ست. اكيد طبعا. بس يعني بما انه لم يسبق له الزواج قبل كده، فاللي متعارف مجتمعيا انه لازم ياخد واحده لسه ما سبقلهاش الجواز برضو. بالظبط. طيب انا هقول لحضرتك حاجه، هي الجزئيه ديت مش بعيده على فكره عن الواقع. ليه؟ مش بعيد عن الواقع انه يحصل اصلا انجذاب بالشكل ده، يعني بالاختلافات دي ممكن يحصل عادي. ممكن مش لا، وكان كمان عندها مرض خطير كمان. لا بس يعني هي دي بتبقى امر ممكن يحصل يعني لاي حد بقى يمكن. بس الحقيقه يعني هو اول حاجه الناحيه العاطفيه. هو الناحية العاطفية عنده هي اللي كانت مسيطرة عليه بشكل كبير جدا، لأن احنا أصلا عندنا طبعا طريقة التفكير أو اختيار شريك الحياة بتكون من خلال الناحية العاطفية في المقام يعني الأول. للأسف احنا للأسف احنا بنخليه في المقام الأول، بس هو المفروض ما يبقاش في المقام الأول يعني. بس هو بيبقى لسه الواحد مش عارف ده ايه، أو مش عارف ممكن اللي قدامي ده ايه، ظروفه ايه، ممكن يكون في انجذاب كده من النظرة الأولى يعني زي ما بنقول. الحقيقة هو يعني هو الانجذاب نفسه بيحصل ازاي؟ يعني انا مثلا بيكون عندي بعض المواصفات لشريك الحياة، انا عايزاه يكون فيه كذا وكذا وكذا، صفات معينة. خلاص، مجرد ما بلاقي شخص معين فيه كافة المواصفات او معظمها، مش بسهولة طبعا بنلاقي المواصفات اللي في دماغنا. فمجرد ما بلاقيه انا اوريدي هنجذب على طول للحاجة دي. ده شيء طبيعي. عامله زي مثلا لو في دريس انت بتحلمي بيه، نفسي في لون كذا اشتريه، فلقيتيه بالصدفه، فهتمسكي فيه. صح. هتنسي بقى انك تفكري هو بكام، هتنسي تفكري هو قماشته اخبارها ايه. احاول بقى اوفق كل الحاجات اللي انا ما كنتش. طب مش مشكله، ده انا اصلي نفسي في اللون ده. طب ما انت على فكره لو استنيتي شويه انت ممكن تلاقي اللون ده في حتت تانية كتير، ويبقى احلى وخامه احلى وسعر احلى وحاجات كده كتير. خلاص. لكن هو في حاجه اسمها التسرع في اتخاذ قرار اختيار شريك الحياه. التسرع على فكره هو كمان برضو عندنا في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه كان في بعض الدراسات اللي اجريناها على موضوع الخلافات الاسريه والمشكلات الزواج وكده، وكان ابرز النقاط الاساسيه اللي بتسبب المشكلات الاسريه كانت من ضمنها التسرع في اتخاذ القرار بالشكل اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. دي نقطه. النقطه الثانيه التدخلات بتاعه الاهل في طبعا تدخلات الاهل في الاختيار من البدايه، وفي الاسره نفسها بعد الزواج او اثناء العلاقه الزوجيه نفسها وهي قائمه يعني. وبرضو النواحي الاقتصاديه، لو يعني الفرد نفسه او الرجل بالذات، لان هو طبعا المسؤول عن انه يصرف على الاسره. ده شق تاني بقى او ثالث خالص للاسف برضو، يعني عليه علامه، مش علامه استفهام، مليون علامه كتير وتعجبات، لانه الادوار دلوقتي في مصر للاسف بقت مش مفهومه. مع انه الدور كدين، الدين امرنا بادوار معينه واضحه جدا جدا، معرفش ليه بيتم تحريفها اجتماعيا. واضح انه الرجل هو اللي بيصرف، حتى لو الزوجه بتشتغل المفروض يعني ما نطلبش منها، ما يبقاش اجبار، هي عايزه تساعد تمام، اهلا بيكي، مش عايزه خلاص يعني. لكن حضرتك كزوج ما تعتمدش بقى على ان الزوجه خلاص بتشتغل فهي تساهم. هيحصل خلاف بيني وبين زوجتي، اروح اخد حاجتي منها اللي هي كانت عايشه معايا بقى لها 20 سنه مثلا. هي دي المشكله الاساسيه اللي المفروض يكون هو داخل على اطار زواج واختيار شريك حياه ويبدا يكون اسره. انت لازم تكون مقتدر ماديا بالشكل اللي يخليك تقدر تكون اسره
كامله. انا مش لازم زي ما قلت لحضرتك احنا عايزين توافق مش تطابق، يعني مش تمام. لازم يكون نفس المستوى الاقتصادي بالظبط، بس على الاقل ما يكونش بعيد تماما عن المستوى اللي هي كانت فيه اصلا، كويس. علشان تقدر تعيش معاه. صح. تمام. مهما كانت مرتبطه بيه ومتعلقه بيه وكده، برضو هيجي عليها وقت لا انا مش قادره اعيش كده، لانها خلاص هي متاقلمه على حياه معينه. لو وقعت عنها جامد جدا مستحيل تعرف تعيش، او لو عاشت يوم يومين مش هتعرف تكمل فيما بعد. فلازم يكون في توافق او نقرب المسافات شويه. تمام. طب الناحيه من وجهة نظرك يا دكتورة اتفضل. أميرة، إنه من اللي يكون أفضل إنه الست هي تبقى أعلى من الرجل في مستوى اجتماعي أو اقتصادي أو مادي أو أي الكلام ده، ولا العكس إنه أفضل لو حصل إنه عدم التطابق قوي؟ مين الأفضل إن هو يكون هو الأعلى؟ تمام. هو لو الرجل ولا الست؟ لا الراجل طبعا. الرجل طبعا. الراجل طبعا، لان صح. لو الست هو الطبيعي، لان احنا في مجتمعنا كمجتمع شرقي او المجتمع الطبيعي الرجال قوامون على النساء. أكيد. تمام. فالحته دي خلاص هي حاجه امر مترسخ عندنا في عاداتنا وتقاليدنا وافكارنا، وخلاص شيء عالق في اذهاننا. تمام. فما اقدرش ان انا اغيره. صحيح. لازم الراجل يكون هو الليد، الهيرو، هو يعني اللي هو الاساس بيقود. كده. مهما بلغت المراه من وصول لمناصب وتحقيق اهداف وكل حاجه، برضو الراجل اللي مرتبطه بيه لازم يكون حاجه أقوى. كبيره. أقوى في شيء. بالظبط. هي نفسها هتحترمه ساعتها، هتحس كده عارفه اللي هو مثلا في ظهر، في سند، في حاجه، في احتواء. بالظبط. هو ده، لان دي كمان الناحيه النفسيه والسيكولوجيه للمراه عموما، هي بتبقى محتاجه تحس بالقوه والامان مع الراجل. فالراجل يعني لو هنتكلم، هو طبعا يكون احلى لو الاثنين زي بعض علشان ما يحصلش خلافات او كده، او هو مثلا ما يحسش، ما يقف لهاش في حاجه ولا هي تقف له في حاجه، فاهماني؟ ولكن لو اضطرينا يعني نتكلم في الحته دي، الراجل طبعا هو اللي يكون اعلى شويه، وبرده مش اعلى كتير جدا، بنسبة بسيطة يعني. علشان كده في المسلسل اللي حضرتك ذكرتيه هو توفر فيه ايه بقى؟ الناحية العاطفية والانجذاب العاطفي القوي جدا، والارتياح اللي هو واضح انه ما كانش لاقيه من زمان. تاني حاجة، فعلا ودي كان نقطة شخصية منقادة او ما عندوش شخصية، ودي بقى كمان حتة مهمة جدا في المسلسل ده، ان هو ما صدق يبقى هو اللي بيختار، مش حد اللي هيختار له، لان هو اصلا فعلا يعني عنده عقده. الحاجه الوحيده اللي انا اخترتها لانه الاب واضح انه كان مسيطر بشكل نرجسي بصراحه، بشكل فظيع جدا، متدخل في كل صغيره وكبيره، فانت رايح فين وجاي منين، هتيجي الساعه كام، هتعمل ايه. فالدقه الشديده دي ما فيش كده، يعني هو مش حاسس بشخصيته، هو مش حاسس بتحمل شخصيته معاه بالظبط، لانه حس كمان ان هو برضو في جانب نفسي عالي جدا، انه كان مسؤول عنها. صح. يعني مواقف كتير جدا مظبوط حصلت كده، فده خلاه يتعلق بيها اكتر، انه حس ان هو له قيمته، ان هو بيعمل دور تجاه حد، مش حد هو اللي بيعمل له الحاجه، فاهمه ازاي؟ هو لقى الحاجه اللي هو اخيرا نفسه يعملها من زمان، بدا يعملها لنفسه، ان هو يختارها وهو عايزها، حتى وخصوصا كمان على فكره رفض الاهل للموضوع ده وهو عايز الحد ده زود تمسكه بيها اكتر. صحيح. فاهمه ازاي؟ بس الام كان عندها ثقافه انها بدات تدرك ده. يعني برضو هو عاوز يقول انه في حد من افراد الاسره عنده وعي زياده وبدا يدرك ده، فسابه وياخد قراره صح. بالظبط. اللي مخلي الموضوع ممكن ان هو يمشي بعض الشيء، اولا هو حته السن. لا هي مش امر يعني صعب، لا عادي، مشكلة. مش مشكله كبيره. هو طبعا ما بيبقاش يعني محبذ قوي، ولكن بس ما بيبقاش محبذ من مين برضه يا دكتوره؟ لا من الاهل. لا مش على كده، انا اقصد بقى من الناحيه الاجتماعيه او ناحيه الحياه نفسها، اللي هو كل ما كان الموضوع ده الاهل. لا هتتجوز واحده اكبر منك ازاي؟ مش مع انه لا هي ما فيهاش مشكله، هي اهم حاجه يكون في توافق ما بينهم بالزبط. يكون في تفاهم ما بينهم، قادرين يفهموا بعض، مرتاحين لكده، لان هي بتتوقف على اختيار الفرد نفسه للشيء. صح مظبوط. مش بتتوقف على الاهل، لا هو الاهل المفروض ان هم اخرهم بيتدخلوا في ايه. ايوه نتكلم بقى في الحته دي عن تدخل الاهل السافر جدا اللي بيحصل في المجتمع المصري قبل الاول، اللي هو التدخل في الاختيار نفسه. عايز تختار مين؟ لا اختار فلانه، لا مش عارفه اعملي ايه. زي برضو المسلسل الام فرضت على بنتها ان هي تفضل مع خطيبها، والبنت فضلت من الزن سابتها. ايوه يعني دي مشكله فعلا يعني. بس هي قدرت انها تاخد قرار. في ناس ما بتقدرش تاخد قرار، وللاسف بيتجوزوا وبيحصل عدم توافق، لان الاهل هم اللي اختاروا.
تمام. بالنسبة بقى للأهل، هو الأهل طبعا أكيد لهم دور في الموضوع. اكيد. ليه؟ بس ايه الدور؟ لأنهم هقول لحضرتك، هو أكيد الأهل لهم خبرة ولهم رأي يحترم وكل حاجة، ولكن ده مش معناه إني أتدخل في الاختيار بتاع الشخص نفسه، لا. الأهل ما يتدخلوش في اختيار شخص، يعني اللي شخص هو بعينه. اتجوز دي اه أو اتجوزي ده، لا مش للدرجة دي. يعني اللي هو انا كده ممكن too much. انصحك لا كتير مش قوي. للدرجه دي. مم. يعني هو ممكن ايه، اصل في حاجه، هو دلوقتي الاهل المفروض ان هم مربيين ابنهم او او بنتهم بنتهم. خلاص على ان هم خلاص يعني عندهم فكر معين، عندهم ثقافه، قادرين ان هم يختاروا، كويس. عارفين هيختاروا ازاي، عارفين هيختاروا بناء على ايه. مم. تمام. ممكن يعني يجوا بقى يتكلموا في حتة ايه، اللي هو لو لقوا حاجة غلط جدا اللي هو ما تنفعش. طيب انت لو هتقول حاجة زي كده لازم تقولي ليه. تمام. يعني ما تقوليش قولي ده ما السبب. ينفعش او دي ما تنفع. ايوه ليه بقى. ولازم يبقى فيه اقناع للطرف. انت ما بتتعاملش مع ابنك على انه هو مش كرسي، يعني صحيح. ده بني ادم وحد مكلف وكبير وعايز يكون اسره وحياه وماشي في نطاق سليم. بالظبط. يعني ما هوش حد مثلا منحرف ولا لا، بالعكس ده عايز يعمل حاجه كويسه. صحيح. فنساعده على الحاجه الكويسه، ما نقفش في وشه. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه هنساعده ازاي؟ نساعده بخبراتنا، بتوجيهاتنا، بناحيه ما نكونش فارضين السيطره عليها. بمعنى ايه برضو؟ مش كل حاجه نقول له لا. لا ليه؟ ما هو ليه دي بقى هي المهمة. يعني مثلا لو فرضا قلنا ان في بنت عايزة شاب معين، خلاص الشاب ده بيشرب مخدرات، هل دي حاجة صح؟ أكيد لا, طبعا. لما الأهل يقولوا لها لا ما ينفعش علشان سبب زي كده، عندهم حق طبعا. مش محتاجة كلام. ويقولوا لها العقبات اللي ممكن تحصل طبعا او طبعا. ودي ما تبعات فيها الموضوع. بالظبط، دي ما فيهاش كلام. يعني هنقول ده اختلاف كبير جدا في النسق القيمي والاخلاقي ما بين الاسره دي والاسره دي، او ما بين الشاب والفتاه في الحاله دي. لكن مثلا في بيبقى اسباب يعني تعد تافهه او بسيطه جدا، اصل هو لا مش تذكر هيجيب يعني. لك كذا، اصل هو مش هيعمل دي بقى المغالاه. المغالاه في موضوع قصص الزواج وكده. لا هي المغالاه دي الموضوع مش مستدعي الحكايه دي خالص، بل بالعكس المفروض في الحاله ديت بيقفوا جنب اولادهم يعني. صحيح. بيسهلوا الامور. ايوه. قلتي نقطه مهمه جدا، انه الشاب او البنت عاوز يتزوج، يعني عاوز يعمل حاجه خطوه صح جميله وصح في حياته. بالظبط. فليه نخليها خطوه فيها مأساة وفيها صعوبات ويعيني بقى يشيل الهم ده؟ هو عاوز يعمل حاجه كويسه، ان هو يتزوج. فدي في حد ذاتها دي كويسه حاجه جدا. كويسه وسليمه. اساعده بقى ان انا يكمل الخطوه بالزبط. دي. طيب ده تدخل الاهل في وقت اختيار شريك الحياه نفسه. طب اختيار تدخل الاهل فيما بعد الجواز. شفنا حوادث حصلت في الفتره الاخيره، كم من الحوادث كلها للاسف الام اتدخلت بوظت الدنيا. تسلط الولد تقول له مراتك عملت، الام تسلط بنتها تقول لها جوزك عمل، فالبنت تروح تتخانق مع جوزها، او الولد يروح يتخانق مع مراته، ويحصل او من الاخت الكبيره او من الاخ ايا كان. مظبوط. طبعا هو يعني برضو هنتكلم في الحته دي تاني، اللي هو حته ان اتنين خلاص اتجوزوا، تمام، دول بقوا مسؤولين عن اسره، عن بيت. برضو ما ينفعش تسمع كلام مامتها واعملي وخلي وسوي، او يسمع كلام مامته واعمل وخلي وسوي. ليه نسمع كلام الاهل ليه؟ هو انت اللي خلاك تقدر ان انت تكون اسره وتبني اسره وبيت واولاد وتكون مسؤول، جاي دلوقتي عايز تستشير اكمل حياتي ازاي؟ صح. طب يعني افرض ان باباك ومامتك ما بقوش موجودين مثلا، هتعمل ايه؟ بالظبط. تستشير مين؟ وبعدين هي الحكايه مش مستدعيه ان اصل انا خايفه على بنتي، اصل انا خايفه على ابني. ما خايفين ليه يا جماعه؟ ما هو برضو الاهل لازم يكونوا فاهمين النطاق نفسه في التعامل مع الابناء في الخطوات دي. صحيح. اتعامل ازاي؟ يعني انا ما ينفعش ان انا اتدخل واسيطر لا، مش هتستفيد حاجه. ودي برضو في للاسف الشديد الام نرجسيه والاب نرجسي، دي موجوده. وزادوا جدا اللي هم بيحبوا، يعني هم محبين للسيطره من اجل السيطره، هو مش عشان اي حاجه. وللاسف الشديد هم بيكونوا باصين للموضوع من وجهه نظر بترضيهم هم، وبينسوا يرضوا اولادهم. يعني ما هو انت هتخربي بيت ابنك، هتخربي بيت بنتك. بتقول لك مش مهم.
مش مهم، بس المهم دي- يعمل اللي انا ما عاوزاه. هو لا، ما هي دي نرجسية قوية فاقد جدا جدا الحدود. جدا، طبعا طبعا. احنا كمان بنشوفها الحقيقه برضو، يمكن برضو في الفتره الاخيره زادت قوي في حفلات الزفاف نفسها او الزواج نفسها، اه، بتحصل مواقف ان وتلبس العريس الفستان بتاع بيغيظ الابيض العريس بيغيظ عروسته بانه يعمل تصرفات مع امه، والعروسه بتغيظ عريسها انها برضو بتعمل يا جماعه هو انتوا مش داخلين خناقه؟ يعني لو هي بالظبط هتبتدي كده من الاول بلاش احسن، لانه واضح كده من اولها انها مش مظبوطه. يعني بالظبط. انت داخل تغيظ دي العروسه، ما هي تبقى زوجتك على فكره، ما هتطلعوا عليك برضو في وقت. في مفهوم كده غلط. ايوه، وهو كمان يعني يعني لا، في هي حاجه غلط. فعلا في حاجات هي كمان زادت برضو على السوشيال ميديا، دي عملت مشكله كبيره جدا، طبعا. لان في بعض السلوكيات الخاطئه اللي بيتم نشرها ممكن تكون غير حقيقيه على فكره. يعني امم. ممكن تكون تمثيليات، عايزين يعملوا ترند، صح. عايزين يعملوا شو وحصلت كده مش اكتر، فعلا. فاهمه؟ امم. يعني كان هي مش واقعيه، بس ممكن تاثر على اسر حقيقيه في الواقع، امم. وتلاقيها بالفعل حصلت، وتبدأ تنتشر خلافات أسرية كتير جدا بسبب فيديو امم. بسيط احنا ممكن نبقى شايفينه حاجة بسيطة، لكن على فكرة امم. السوشيال ميديا لها تأثير كبير جدا طبعا. في تفكيرنا، في سلوكياتنا، في أخلاقياتنا وأفكارنا. امم. بتأثر بشكل غير مباشر، يعني احنا ممكن نكون مش حاسين، بتلاقي الأفكار فجأة جات لك كده، امم. وتلاقي التنفيذ حصل من غير امم. ما انت تحسي. تمام. 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 اخيرا دكتوره اميره، فتره الخطوبه المفروض اه تبقى قد ايه؟ واكتر حاجه البنت تلاحظها في الولد الطرف. والعكس؟ اخر تمام. حاجه. تمام. بالنسبة لفترة الخطوبة طبعا هي ما بتبقاش، يعني ما ينفعش ان احنا في مثلا بسمع ناس بيتكلموا في ايه، امم. ممكن خطوبة 3 شهور وبعد كده الفرح، اه. خطوبة مش عارفة 4 شهور. لا، هو الموضوع مش بالشهور خالص امم. يعني، ولا بالسنين، يعني انا امم. يعني مش بقول افوره ولا حاجة، امم. بس الحكاية تبقى وسط، خير الامور الوسط. كويس. يعني مثلا ما تكونش اقل من 6 شهور او 8 شهور مثلا، ما تكونش كويس. اقل من كده، امم. وما توصلش لسنين، امم. يعني نكون موسطنين الدنيا. امم. تمام، بس ما تقلش عن الكميه دي من الشهور، ما تقلش عن 8 شهور. اه. ليه بقى؟ علشان اقدر ادرس الطرف الاخر اللي اه. معايا. ايوه. الاثنين لازم يدرسوا بعض كويس. صحيح. هيدرسوا بعض ازاي؟ امم. بيدرسوا بعض من خلال الحديث، امم. الكلام اللي هم بيتكلموه، الافكار بتاعتهم، هيبقى المواقف. طبعا. بس الكلام الاول امم. هيفهموا منه الافكار هنا بيدور فيه ايه، امم. الثقافه نفسها واصله لحد عامل ازاي. امم. اصلا علشان اختار حد اتخطب له، مم. الموضوع للاسف انا بلاقي ناس كتير جدا الثقافه دي منتشره، مم. اي حد عايزين يتخطبوا وخلاص. عشان يبقى الخطوبه الاسم دي اتخطبت سهله، او اتجوزت. اه. على فكرة الخطوبة مش حاجة بسيطة قوي كده زي ما صحيح. هم باصين لها، ناس كتير يعني باصين صحيح. لها. لا، هو أنا لما باجي أتخطب لحد، مم. لا أنا لازم أكون شايفة إن الحد ده فعلا مناسب علشان أبدأ أفكر إني أتجوزه، صحيح. مش اللي هو بتخطب كده وخلاص. مم. لا، صح. فاي حد، اي شاب او اي فتاه لما يجي اصلا يفكر في الخطوبه اساسا، يعني مم. مش عشان الجواز على طول، احنا بنفكر في الخطوبه يفكر على اساس ايه؟ اولا في انجذاب عاطفي، او بمعنى اصح انجذاب عاطفي ايه، هو اكيد مش هيحبها على طول او مش مظبوط. هتحبه على طول، بس اللي هو ايه، يعني تقبل، يعني قبول. في قبول ما قبول. بين الطرفين، ارتياح نفسي للشخص. مم. حلو، دي رقم واحد. في حاجه تانية، في بعض النقاط الاساسيه اللي هي الناحيه الاجتماعيه كويسه كويس. متقاربه، الناحيه الاقتصاديه متقاربه، يقدر يفتح تمام. بيت ويقدر ان هو كويس يكون جدا. اسره وكده. مم. النقاط دي اساسيات. مم. حلو جدا، اخلاقه كويسه، واضح انه ناس محترمين، خلاص يلا نعمل خطوبه. بنعمل الخطوبه، نبدا بقى نشوف مم. مراحل اخرى اللي هي ايه، هي دي بقى. المواقف اللي من بتحصل. خلال المواقف دي بقى اللي بتظهر فيها، لان في ناس كتير جدا بيقول لك ايه، ما كانش كده ايام الخطوبه، ما اه. كانتش كده، ما اه. كان ظهر التمثيليه بتاعت بالظبط. الخطوبه. مم. التمثيليه دي انا اقدر ان انا اعرفها منين او مم. اكشفها ازاي؟ مم. اقدر بكل بساطه من خلال المواقف الاساسيه، ايوه. ومن خلال الفتره نفسها بتاعت الخطوبه. كل ايوه. ما هتطول معايا شويه، مش لازم تطول جامد، يعني زي ايوه. ما قلت لحضرتك اللي هو ايه، يعني اتاكد. اقل اتاكد. ادنى حاجه 8 شهور، تمام. يعني ما يعني تمام. وما نوصلش برضو لعدد سنوات، انا ما تمام. اقصدش كده خالص، مم. بس ما يبقاش شهرين وثلاثه، تمام. مش صح. هنلحق لازم نعرف بعض، اخد فتره كويسه عشان اعرف فيها عشان وادرس يبقى في فيها مواقف كافية، لأن الكلام. حتى لو مثل مرة اتنين مش هيقدر
مثلا هيقدر الثالثه مثلا ولا التالتة، الرابعه، صح. فهنقدر ان احنا صحيح. نفهم بعض اكتر ويبقى في توافق مظبوط. اكبر. واي بنت مقدمه على الجواز لابد ان هي تكون ذكيه شويه، ان هي تعرف فعلا المواقف دي مهمه اه جدا طبعا. والتصرفات اه تقدر تقيس منها. اكيد. يعني مهم جدا والشاب اختيار. برضه عشان ما نبقاش والبنت منحازين الاثنين طبعا، الاثنين الطرفين اكيد طبعا. الطرفين طبعا. اه طبعا. بنتمنى طبعا ان كل حد مقدم على الزواج يكون عنده حسن الاختيار زي ما الدكتوره اميره ذكرت، انه يكون في توافق اجتماعي وثقافي وديني ومادي الى حد ما. ولو هيكون طبعا. في حد اعلى من التاني شويه بيفضل يكون الرجل هو، لانه الرجل المفروض ان هم رجال قوامون على النساء طبعا. بالظبط. ده مهم جدا. كمان عدم تدخل الاهل، ارجوكوا كفايه تدخل في حياه ابنائكم. اعتبروا نفسكم مش موجودين وهم هيتصرفوا ازاي في الحياه بعد كده. يعني فده ياخدوا مهم. رايهم فقط، بالظبط، مش الراي اكتر. مجرد الراي. بالظبط. انا بشكرك جدا دكتوره اميره على وجودك معانا ميرسي النهارده. مره ثانيه لحضرتك. مشاهدينا بشكر الدكتوره اميره مصطفى، استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. شرفتينا ونورتينا دكتوره ميرسي، اميره. شكرا ميرسي حضرتك. لحضرتك. مشاهدينا دي كانت اخر فقره لينا النهارده في حلقتنا من صباح القاهره. انتظرونا الاسبوع المقبل في فقرات جديده، والى اللقاء.